انيس راح يدي 19. ايوا واش يبدا يدير انيس؟ يبدا يبني العادات نتاع القرايه، راح يكون موتيفي باش يبدا ومتحمس وكذاش. غادي يبدا يقرا 8 9 بالك حتى 10 سوايع في النهار نورمال. صح مور 3 ايام ولا 4 ايام انيس يروماركي حاجه، ديك الموتيفاسيون اللي كانت عنده من البدايه والحماس وكذاش صاي مشى. ايوا واش يدير انيس باش يعوض هذيك الموتيفاسيون اللي راحت له من القرايه؟ يبدا يعطي روحه جائزه وكل ما كمل سيكسيون تاع قرايه ناجحه، سواء كانت حلقه نتاع انيم ولا تاع مسلسل. كل ما كمل القرايه ولا كل ما يدير حاجه برودكتيف يبدا يتلاقى هو وصحابه يلعبوا مثلا. صح دائما مهما كان عدد التريكس والهاكس اللي يستعمله انيس، جامي يقدر انيس انه يبني هذيك العاده نتاع القرايه باستمرار. جامي صاروا معايا دقيقه نكتشفوا وين انيس غلط. اسكو بسبه انه خسر الموتيفاسيون تاعه، ولا مثلا بسبه انه ما دارش المجهود الكافي باش يحصل هذيك النقطه هذه؟ المشكل نتاع صح ما عنده حتى علاقه لا بالموتيفاسيون ولا بالجهد اللي داره انيس. المشكل الحقيقي هو الهدف نتاع 19 اللي داره انيس. راح تقول لي كيفاش الهدف نتاعي قادر يكون مشكله؟ هذه جامي سمعت بها هذه. انيس كان مركز على انه يدي 19، كان يتبع في واحد الاوتكم، نتيجه. النتائج ولا الاوتكمز هما غالبا يكونوا خارج السيطره نتاعنا. تقدر تكون دير كاع صوالح نيسيسير باش تلحق الهدف هذاك. صح مثلا اذا كان الجوشين ولا مثلا اصحابك يقنعوك انك تزيد معاه برطيه واحده، انت ما صاي ما عندك ما دير. باش نفهموا المشكله نتاع الصح ونصلحوا الحاله نتاع انيس، لازم نحفروا مليح 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 ونفهموا واش هي الشخصيه اللاللي اصلا قادره انها تدي 19. هذا الشخص هذا اللي قرا مليح كيفاش يدير اون داي تو داي بيسس، كيفاش يكون طريقه التفكير نتاعه، واش هما لي ديسيزيون اللي يديروه في النهار نتاعه. تصويح نهضر عليه درك يسموه ايدنتيتي بيست هابيتس، ولا الهويه المبنيه على العادات، ولا العادات المبنيه على الهويه. مهم هاد العادات هادو ولا الهابتس ماشي مبنيين على الاوتكم، ما يتحصلوش على النتيجه مثلا كيما ندي 19 ولا نولي نقرا مليح. ولا هاد العادات هادو يتبناو على الشخصيه، على الكاركتر. اسمع الهدف هنا ما راحش يولي انك تدي 19 ولا ندي على المعدلات، لا. الهدف هنايا هو انك تولي شخص اللي يقدر يدي على المعدلات، شخص اللي يقدر يدي 19 اللي يقرا مليح. شفنا في اي ستوري ولا فيديو جيم ولا لعبه ولا فيلم دائما راح تصير فيها واحد الاوفر ارشينج كويست، جيرني ولا الرحله ولا حاجه كيما هاك. مثلا في سلسله افلام ستار وورز اللي هي تعتبر من اشهر سلاسل الافلام بعد ذا هوبيت ولا ذا لورد اوف ذا رينجز. راي عندها واحد المهمه هي انها تنقذ الجالكسي من هذاك الشرير ما سميته سيث. هاري بوتر مثلا حتى هو عنده مهمه انه ينقذ العالم من هذا السيد هذا مش سميته. هي صح في زوج عنده كويست، في زوج عنده هذيك المهمه هذه، بصح هذيك الكويست ولا المهمه ماشي هي اللي ديسيدي اسكو غادي ينجحوا في المهمه تاعه ولا لا، ماشي هي اللي ديسيدي اسكو غادي يغلبوا هذوك الاشرار. نو ذا موست امبورتانت ثينج، الحاجه المهمه كاع هي الترانسفورماسيون اللي تصرى له في هذيك الكويست هذيك، هي هذيك الترانسفورميشن، التحول اللي صار له. شغل الشخصيه نتاعو تبدل. راي مثلا تولي جاداي، وهاري بوتر يولي ساحر، وبهذيك الشخصيه الجديده اللي اكتسبوها غادي يقدروا يحققوا الهدف نتاعو هو انه يهزموا هذوك الاشرار ولا حاجه كيما. فكر فيها كيما هكا. الموتيفاسيون تاعنا عباره عن سبيكترم. الجهه الاخيره نتاع هذا العمود هذا كاين اكسترنال فاكتورز. الموتيفيشن يجي من الاكسترنال فاكتورز اللي هي العوامل الخارجيه تجيب لك التحفيز. مثلا والديك يعطوك جائزه من تدي مليح، ولا مثلا انك تتجنب العقوبات اللي صراو لك من والديك لو كان ما تديش مليح. هذو كاع اكسترنال فاكتورز. لو كنت تلاحظ هنايا في هذه الجهه من السبيكترم هذا الموتيفاسيون راه جاي من برا. انا اذا نحيت هذيك الحاجه هذيك موتيفاسيون ما راحش يجيك. وكامل على بالنا ان مثلا الجائزه اللي يعطوها لك والديك ولا راح تلحق ان سيغتون مومون ما راحش تولي عندها هذيك الفاليو هذيك. كي كنت صغير كان يشروا لك مثلا بسكلات، يشروا لك طابلات، ما باليش انا بصح اسكو راح تعتمد على هذه الحاجه هذه كل يوم؟ كل يوم تسنى والديك يشري لك جائزه باش دير هذيك الحاجه اللي باغي ديرها. ولا تولي عندك 30 سنه حاب تلونسي بيزنس مثلا، تسنى والديك يعطوك بسكلات باش تلونسي بيزنس نتاعك. خطينا. ما لو كنت تقعد تعتمد على هذه الاكسترنال فاكتورز ما غاديش تمشي بزاف. غادي لو كان نحو هذه الاكسترنال فاكتورز صاي ما تزيدش بغيت دير هذيك العاده هذيك تاع القرايه، ما تبغيش تقرا صاي. افضل حاجه تقدر ديرها هي انك تسويتشي من الجهه التاليه من هذا السبيكترم هذا ولا العمود للجهه الاولى، وانك تعتمد على الانترنال موتيفيشن، ولا يقول لها انترنسيك موتيفيشن، تحفيز داخلي. انترنسيك موتيفيشن وين غادي يكون الدافع نتاعك هو الحماس، وانك تقرا، انك تحب القرايه تاع صح، وتولي القرايه ولا هذيك العاده هذيك ممتعه بالنسبه لك مهما كانت صعيبه. ينفع تدخل هذيك لا زون هذيك من تولي تحب القرايه وتحمس كي تقرا، راح تحسب روحك عندك واحد ستوك تاع موتيفاسيون ما يخلص. بالمختصر المفيد راح تولي انستوببل. تخيل نكونوا واقعيين شويه، اذا كنت انت ديجا تسوفري باش تقرا، تسوفري باش تحل الكتاب هذاك وتقرا اصلا ما تعرفش فاش تقرا، تما لا احتمال كبير انك ديجا ماكش تحب القرايه، وهذه حاجه نورمال. بصح هذه الحاجه هذه ما تعنيش انك جامي غادي تحبها، باسكو بالك انت مازال ما عرفتش فاش تقرا برك. من تبني ايدنتيتي بيست هابتس ولا العادات المبنيه على الهويه، هاد العادات هادو غادي يولوا جزء من الصوره الذاتيه نتاعك ولا السيلف ايمج. تما اذا قعدت نذكر في روحي اني انايا انسان ديجا يقرا مليح، ولكن انا اصلا انسان على بالي بل ما يعرفش نقرا، اذا قعدت نكونسومي هذا الناريتيف هذه ولا الحكايه اني انا اصلا انسان يقرا مليح
مليح صح. هنا راح تزيد احتماليه اني نختار الافعال اليوميه اللي يديرها انسان اللي يقرا مليح، وكنتيجه لهذا الفهم هذا كل مره نخير اني ندير فيها حاجه اللي يديرها انسان يقرا مليح، مثلا اني نوض صباح بكري نبدا القرايه، ولا مثلا نحط التليفون بعيد من نبدا نقرا. هاد الخيارات هادو ولا هاد الديسيجنز غادي يزيدوا القوه نتاع هذيك الناريتيف ولا هذيك الحكايه اللي كنت نعمر روحي بها باللي انا انسان يقرا مليح. ومع الوقت هاد النجاحات الصغيره هذه غادي يبداو يتجمعوا ويديروا واحد الكومباوند افكت، غادي نشوف روحي وليت نقرا مليح وبفعاليه وباستمرار ثاني، غادي نشوف النتائج تاعي يزيدوا، في الاخر غادي نجمع بزاف الافيدنس، واحد القاعده نتاع بيانات ودلائل اللي اكدوا هذيك الفرضيه هذيك اللي درناها في الاول تاع بالك صح انا انسان نقرا مليح. مع الوقت راح نولي نستمتع بالقرايه، نولي نحب القرايه. علاش؟ غادي تولي ممتعه القرايه، غادي تولي تشوف واحد النتائج مليحه، وغادي تشوف روحك المجهود اللي درته تجيب عليه نتيجه، وهكا القرايه غادي تولي فان. ما دروكا وليت في الانترنسيك موتيفيشن. وكاين واحد المقوله ولا الكوت راها في بالي بصح نسيت شكون قالها: You can't compete with someone who's just having fun. ما تقدرش دير كومبيتيسيون مع واحد في حاجه وهو برك راه يستمتع بهذيك الحاجه هذيك، باسكو فريمون راح يفوت. ساعه ترانسميشن تاع الايدنتيتي نتاعك ولا التحول تاع الشخصيه قادر يصرى ثاني في الريفرس، قادر يصرى في العكس. من تبقى تقول روحك دوك الصوالح هذوك مثلا مانيش انسان تاع صباح، ولا انا انسان خاطيني الماضي ولا خاطيني الحفاظه وهاد الصوالح هذوك، من تقعد دائما تكرر هاد الحاجه هذه في مخك، رغم ان مخك عادي ما كاينش فرق بين مخك نتايا ومخ تاع انسان يحفظ، برك نتايا كعكزان. then over time بالوقت المخ تاعك يبدا يصدق هاد الحاجه هذه، وسبكونشسلي في اللاوعي راح تسيب روحك دير واحد الصوالح اللي يكونوا الاين متطابقين مع هاد الايدنتيتي هذه اللي تقنع روحك بها اللي هي اصلا خاطئه. ان ذا اند راح تسيب روحك ما تقدرش صح تنوض بكري، ما تقدرش تقرا ماط، وما تقدرش تحفظ وكداش وكداش. نتمنى انك تكون رياليزيت قداش الحاجه هذه خطيره بزاف بزاف بزاف. باش نفهمك قداش خطيره انت درت لروحك دوكا ديسابيليتي اعاقه، برك انك عاودت هذيك الحكايه هذيك في مخك. في الهاي سكول كان عندنا واحد الاستاذ نشفى عليها في الثانوي، شغل دائما كان يقول لي واحد الهضره عيانه شويه، كان يقول لي ما راح دير والو في حياتك وانت انسان تلعبها وكداش ديك الهضره هذه، ولمده طويله وانا مامن بهذيك الحاجه هذيك، مالغري خطرات نسي نمثل باني مانيش متاثر بها. في الحقيقه هذيك الحاجه اللي قالها لي اثرت لي كيفاش راح نشوف روحي من بعد. وثاني سبكونشسلي ولا بلا وعي كنت ندير واحد الاكشنز اللي صح ينطبقوا مع هذيك الحاجه اللي هو قالها لي اللي هي غلطه اصلا، ودات لي بزاف الوقت باش نخرج من هذيك الحفره هذه. ومن ثم بديت عاد على روحي انها غدوه ان شاء الله من نجيب اولاد ولا من كوتشي كاش وحدين ولا ندير استاذ راح نراقب مليح الناريتيف ولا الحكايه اللي نقولوها لهذا التلميذ هذا ولا الولدي، باسكو فريمون حاجه صغيره قادره تاثر على حياتها كومبليت. هي انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. درك ندير بوز خفيفه نهضروا على حاجه مهمه بزاف. اذا تفرج في هذا الفيديو هذا تشانسز ار 60% راك طالب بكالوريا 2026 اللي يعاود العام غير كيف، و40% راك طالب بكالوريا طالع الباك 2027. ايذر ويز انا درك في زوج حاب نفهمكم واحد الحاجه مهمه بزاف منكم بعثوا لي في الدي ام واحد 3000 واحد ولا كان يسقسوني على الطريقه نتاع القرايه نتاعي، روماركيت واحد الحاجه انا هي هذيك الحاجه هذيك بريدكتبل ديجا كنت متوقعها. شغل هاد الدي امز هادو ولا الرسائل جاو الايند، نتمنى انك تكون فهمت واش معنى الايند، معناها متطابقه، جاو متطابقين مع النتائج تاع البكالوريا، اعلان نتائج بكالوريا. تسمى الاغلبيه اللي بعثوا لي كان يحسب واحد الفرستريشن ولا احباط، كانوا يحسوا لي صانه خسروا هذا العام. معليش بالنسبه لطلبه البكالوريا 2026 عندي معك واحد الهضره، سواء كنت ديت الباك ولا ما ديتهاش، واذا كنت ما ديتش الباك هذا العام هذا اسمعني غايه الغايه، الدوبل نتاع السيد ضد الباك. ثاني طلبه بكالوريا 2027 اسمع مليح ثاني هذه الهضره نتاعي باش ما تعاودش نفس الاخطاء. شوف على بالي اولا راك في شوك كيفاش عاودت العام ولا ما ديتش ريزلت اللي كنت حابها كداش. اغلبيه اللي كانوا يبعثوا لي كانوا في مشاكل مع والديه ومع نفسه. اولا اني حاب نفهمك باللي درت واحد الغلطه which is normal، وراح تكون مشوكي درك باسكو علاش وتستنى مني نقول لك الباك ما كاين والو كداش. لا راح نفهمك حاجه قبل ما نبدا في الهضره، اني ما راحش نقول الهضره اللي حابها انت دركا، ما راحش نقول الهضره اللي ماكش حابها، راح نكون معتدل، ما راحش نظلمك ولا نفورسي ليك كل حاجه، وما ما راحش نكون حنين عليك، راح نعاملك كيما خويا الصغير ولا حاجه كيما كسمعني نهضر معاك انت برك ما يهضر مع حتى واحد معاك انت. شوف على بالي بلي درت غلطه وهذه حاجه نورمال انك تقول روحك ضيعت عام كومبلي ومنا هو يعني حاب نفهمك حاجه ان هذاك اللي يقول لك ضيعت عام من حياتك وكداش ومنا ما تسمعلهاش. هذاك السيد هذاك تشانسز 90% راح تلقاه ضيع 20 سنه من حياته ماشي برك عام واحد، راح تلقاه ضيع 5 سنين 7 سنين في الجامعه، هو يدور بين تخصصات، يحاول انه يلقى التخصص اللي يحبه، يعاود الباك كل عام، واصلا ما يحب حتى تخصص، يحب الرقاد برك ما يحب والو. من بعد يدخل الخدمه اصلا ما حابهاش بصالير، حتى ولا كان طالع 100 مليون في الشهر ما راحش يحبه، ما راحش يقنع به، يتزوج بنادم ما يحبهاش، يجيب ولاد ما يحبوهوش، يخرج المجتمع ما يحبهاش، تلقى 20 ساعه مضيعها في القهاوي. ما اسمعني مليح انك ضيعت عام ولا عاودت عام ولا نار باث، بالعكس هذه فرصه مليحه انك تتعلم من الاخطاء نتاعك. غادي نعطيك واش دير، هذه عباره عن اكشن. وشوف باش نفهمك حاجه، فيديوهات نتاعي من ورايح من هذا الفيديو رايح، غادي كل فيديو
نعطيك واحد ستيب اللي تقدر تطبقها. لان باش نفهمك حاجه، شتي اللي جاوني دوكا الديام هادو اللي يسقسوني على الطريقه وكذاش، هي ماشي الغلطه نتاعك، هذه هي عباره عن بروباغندا ولا سيستم اللي حنايا كليناه، شبعنا بهذاك السيستم هذاك، ان نحبوا حاجه اسمها فاست ريزولت، نحبوا اي حاجه نجيبوها في ساعه، واي حاجه نديروها في ساعه وريزلت نشوفها في ساعه، مهما كانت النتيجه هذيك، مهما كانت الطريقه اللي نديروا فيها الحاجه هذه، حتى ولا كان بالحرام. راح تقول لي كيفاش بالحرام؟ لا مستحيل كذاش كذاش كذاش. انا راح نقول لك حاجه، ما تخافش، مازال ما نسيتش هذيك الخطوه هذيك تطبقها، دوك نعاود نولي لها. بزاف منكم جاوني الدي ام في الانستغرام الرسائل ويعتبروني كقدوه، اني مثلا لقيت الباك في 3 شهور ديت 16، زعما هذه حاجه افتخر بها ولا نو 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 نو. بالعكس انا نتمنى لو كان بديت بكري، نتمنى لو كان هذيك الحاجه هذيك ما درتهاش. ركز مليح، ماشي نقول لك نتمنى اني عاودت العام، انا صاولي واحد الظروف خلوني نبدا قبل الباك ب 3 شهور، بصح هذا لا يعني اني درت حاجه زينه، فهمني؟ لو كان نبدا نعطيك هذه النصيحه هذه اللي اغلب الناس راح يعطوها لك، الشهر التالي تدي الباك ب 19 ما باليش واش هي صح، تدي الباك نتاعك بسايز ولا 17 ولا حاجه كيما هكا، بصح تفكر حاجه ان الباك ماشي هي نهايه الحياه. واش راح يصرى لك هذا التفكير هذا؟ راح تديه معك حياتك كومبليت. ديجا حنا رانا دينا معنا حياتنا كومبليت، صار تزيد تفوت بها حياتك كومبليت. راح تولي في الجامعه تقرا حتى السمانه التاليه باش تبلع العام، اللي اصلا ما تقدرش حتى تبلعه. راح تولي في الخدمه اي حاجه تبغي ديرها حتى يجي المسؤول عليك ولا شاف سيرفيس عاد باش دير هذيك الخدمه هذيك. والطامه الكبار راح تولي حتى مع ربي كيما هكا، راح تولي حتى تجيك كاش مشكله كيما هكا، ولا حتى مثلا تبغي تدخل النار عاد تبدا تفكر باللي خصك تتوب خصك تصلي وكذاش وكذاش. لازم تفهمني مليح، انا ماشي هذا هو الابروتش نتاعي، انا مانيش حاب نعطيك فاست ريزولت ولا نعطيك البكالوريا في شهر ولا حاجه كيما هكا، نو غادي نضيع. انا الهدف تاعي ماشي انك مثلا تدير الباك نتاعك مويه شابه برك وصاي ايام بعد حياتك كومبليت ضيع، لا، الهدف تاعي اني نشوفك تبدل في حياتك كومبلي، ماشي برك الباك. هي صح الباك قادر يكون من اقوى البدايات اللي صاروا لك في حياتك، مي اذا خسرت البدايه نتاعك ما تستناش النهايه نتاعك تكون مليحه. اسمها بليز 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 take this in consideration، ديها في عين الاعتبار، انها ما كانش حاجه راح تجيك بالساهل، وما كانش استيوس ولا معلومه اللي راح نقدر نعطيها لك انايا في فوكال ولا في فيديو واحد نقدر نلخص لك فيها كاع المعلومات اللي جبتها ولا نو. لازم تفهم حاجه في الدنيا هذه، ان اي حاجه تجيبها بالساهل راح تروح بالساهل، واي حاجه راح تجيبها بالجهد وبالعرق نتاعك وبالصعوبه راح تروح بالصعوبه. نقول هذيك الحاجه هذيك اللي قلت لك طبقها، انه اليوم يتكمل الفيديو هذا ما تزيدش تفرج فيديو واحد اخر، احكم كراس كيما هكا نوت بوك ولا اي كراس عادي ستيلو كيما هكا، وقعد ساعه واحده برك احكم الكراس نتاعك، وحاول انك تفهم روحك، حاول انك تفهم الاخطاء اللي درتوها العام هذا. على بالي في البدايه ما راحش تعرف واش تكتب، ولا تبدا غير تخرج على روحك في الكتابه وكذا، بصح في التالي راح تكتب واحد حاجه جولدن هذه الحاجه هذه، وراح على الاقل تعرف منين تبدا في هذا العام هذا. اذا خصك اي مساعده ولا بعث لي في انستغرام راح نجاوبك كيفاش ندير. ثاني حاجه واحده اخرى ديسيديت اني نهوستي لايف ايفنت، لايف ورك شوب، راح تكون في الزوم ولا ما باليش، مازال ما ديسيديت شيء، راح ندير لايف سيكشن. اللايف هذا غادي يكون 30 ل 40 واحد، يكون ليميتد، مانيش حاب تكون خلوطه ولا نكثر على روحي. ولا اولا غادي نهضر على واحد الانسايتس ولا افكار اللي ممكن يساعدوك بزاف في العام تاع الباك تاعك. ثانيا غادي نهضروا على the most major problems، اغلب المشاكل اللي يواجهوك في العام تاع الباك نتاعك ولا في القرايه عموما، ما الاغلبيه اللي راح يهضروا انتوما ماشي انا، مانيش حاب انا نهضر دركا. وموراها اذا كفى الوقت راح نديروا بعض الميثود ولا لي تكنيك ولا لي زاسيس اللي ممكن يساعدوك، لي زاسيس خفاف برك. بصح اهم حاجه اللي راح نخرجوا بها من هذا اللايف هذا هي عباره عن دايغنوسيس، تشخيص الحاله نتاعك. راح نتعامل معك كطبيب ومريض. الطبيب واش يدير للمريض؟ اولا يدير له انتيروغاتوار، يسقسي على اسئله على الحاله نتاعه، من الاسئله هذا كيجبد لي سين كلينيك ولي سين فيزيك نتاع هذا المريض هذا، صوالح لا يعاني منه هذا المريض، ومن ثم يقترح عليه حلول لهذه الحاله هذه، شيريجيكال ميديكال مهما كانت. نفس الابروتش هذا غادي يديره معاك. اولا راح نبداو بالدايغنوسيس والانتيروغاتوار، ومن ثم ان شاء الله الحل يكون سهل. المهم هذه اللايف ورك شوب هذه غادي تكون فري مجانيه بيان سور، بالك في المستقبل نديرو سيستم واحد اخر، بصح درك راح تكون مجانيه. اذا حاب تشارك في هذا اللايف ستريم هذا ولا الورك شوب هذه، تبعني منيح في انستغرام، باسكو في الايام الجايه ان شاء الله راح نلونسي واحد الويت ليست. هذه ويت ليست واش دير؟ تعمر سميتك لقبك والايميل تاعك، وغادي تدخل سميتك في الويت ليست، راح تدخل في قائمه الانتظار لهذا الورك شوب هذه النهار ان شاء الله اللي راح ندير فيها. ينفع تعمر هذا الويت ليست ب 30 ل 40 واحد راح نبلعها سي بون. نولي الفيديو نتاعنا، نتمنى انك تكون فهمت باللي اول خطوه تديها باش تحقق الهدف نتاعك ماشي انك تحط اوتكم ولا نتيجه، اول خطوه تديرها هي انك تحدد الشخصيه اللي حاب تكون كيفها. راح نعطيك مثال. الهدف نتاعي ماشي اني نجيب 1 مليون سبسكرايبرز هنا في اليوتيوب، الهدف نتاعي هو اني نولي شخصيه اللي دائما تبوستي فيديوهات شابين اللي الناس يحبوا يشوفوها. الهدف تاعي مثلا ماشي اني نجمع $1 مليون، الهدف تاعي اني نبني واحد الكاركتر ولا الشخصيه اللي دائما تبني برودكتس ولا منتجات يحلوا المشاكل نتاع الناس، سواء كان برودكتس ولا سيرفيسز. الهدف تاعي ماشي اني نجيب 19 ولا ندي على المعدلات، الهدف نتاعي مثلا من القرايه هو اني نولي شخصيه اللي دائما كل يوم تقرا مليح، ما تقلقش
كامل على الاوتكم للنتيجه، بس هذه الحاجه هذه خارج السيطره نتاعك out of your control. ركز على التحول اللي صرالك، التحول في الشخصيه نتاعك، transformation اللي صرالك، خليها ككويست كيما نتاع راي ولا نتاع هاري بوتر. تخطش احتمال كبير ما راح تشوف هذيك النتيجه هذيك من النهار الاول. مثلا انت انسان جامي دي 19 في حياتك، ماشي غدوه تنوض صباح بكري راح تدي 19، ما كانش منها هذه، مستحيله. صح ما تقلقش على الحاجه هذه، ركز على الصوالح اللي تقدر تسيطر عليه. focus on things that you can control. كل يوم دير هذوك لي ديسيزيون صحاح مهما كانوا صغار، مع الوقت راح تولي هذه النجاحات الصغيره هذه تولي دير واحد الكومباوندينج افكت، راح تتجمع. كومباوند معناها تتجمع، وفي الاخير راح تشوف الشخصيه نتاعك تتحول، راح تشوف a huge transformation في الايدنتيتي نتاعك. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا يكون لحقنا لاخر جزء من هذا الفيديو هذا، وراح نقول لك باللي اي واحد اخرج من لا فيديو قبل ما يلحق هذا البارتي هذا خسر بزاف صوالح. اولا حاب نقول لك باللي درت واحد الحيله في هذا الفيديو هذا ولا واحد تريك. مادام لحقنا لهذه النقطه هذه من الفيديو 90% راح تكون فهمت باللي ما لازمش تركز على النتيجه وتركز على الشخصيه وما باليش واش، ونورمالمون تكون فهمت هذاك سبيكتروم تاع موتيفيشن، التحفيز الداخلي والخارجي، انترنسيك والاكسترنسيك موتيفيشن. صدر كاني حاب نسقسيك سؤال وماذا بيا تجاوبني على هذا السؤال هذه في التعليقات. اسيرك عارف كيفاش تطبق هذه المعلومه هذه في النظام تاعك ولا في السيستم تاعك. شفت كيفاش اني حاب نقول لك باللي اغلبيه حياتك راك تمشى بها كما هاك، هي حاجه عاديه ماهاش غلطه ولا ما باليش واش، بصح ماهاش تفيدك كما هكا. على بالي بلاك دا يا اخو ماكش فاهم شويه، ثم خليني نفهمك. انا بالعاني في هذا الفيديو هذا قررت اني نعطيك معلومه ما نعطيكش فاش تطبقها، ما نعطيك والو. حتى المعلومه اللي عطيتها لك غامضه شويه، واش غير نبدا نخمم باللي انا انسان يقرا مليح صاير الريزلت نتاعي تولي شابه، ما كاش منها. اغلبيه الفيديوهات اللي تشوفون نتاع البرودكتيفيتي والانتاجيه راح يكونوا كما هكا نفس الستيل هذا، شغل يعطيك معلومه هذيك المعلومه ما يربطها لكش بالواقع، ما يعطيكش كيفاش تطبق هذيك المعلومه هذيك واش فهمت من هذيك المعلومه هذيك وكيفاش تطبقها في حياتك هذيك المعلومه هذيك. بزاف صوالح على الاقل انا خير منه بعد اعطيتك واحد الخطوه اللي تطبقها دركا وان شاء الله تكون طبقتها بعدا. مانيش حنطيح لك خشين ولا انا نعرف كلش ولا انا نبدل على هذوك، لا 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 لا، انا التاست درته بسبه واحده اخرى. التاست درته باش نفرق صح بين الانسان راه معول يدي هذه الميثود هذه ويدير فيها الجهد نتاعها باش يدي نتيجه مليحه في حياته كومبليت، وانسان راه باغي غير ميثود نتاع 6 دقائق اللي تجيب له 19 وصاير. اما الاغلبيه اللي راهو باغيين فاست ريزولتس ولا النتيجه سريعه يكونوا خرجوا من الفيديو دركا، وماذا بيا كي يخرجوا من الفيديو ماذا بيا كيدير لي ان سبسكرايب، ماهيش حق السبسكرايب نتاعك. واغلبيه الناس اللي حابين صح يديروا المجهود نتاعهم، الناس اللي حابين يبدلوا حياته، اللي صح يتعلموا من الاخطاء نتاعهم باش يجيبوا ريزلت شابه، ماشي برك في العام تاع الباك، في حياته كومبليت. تشانسز راهو مازال باقيين في هذا الفيديو هذا وتكون واحد منهم تاعي. مادام راك حتى هذه النقطه هذه من الفيديو راح نعطيك هديه بيان سور. اول هديه هي ان في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نهضر لك على واحد السيستم اللي بلا مبالغه خلاني فريمون نتعلم اي حاجه في حياتي. هذا السيستم يهضروا عليه علماء مسلمين، يهضروا عليه علماء غربيين، دايرين بزاف دراسات عليه، ولحد الان هو the most powerful سيستم اللي شفته في حياتي. مازال ما خرجش واحد اخر باورفul عليه، بصح مش كيش غادي يخرج ثاني. بهذا السيستم استعملته في البكالوريا قدرت اني ندي مليح، استعملته في فيديو اديتنج مثلا قدرت اني نتعلمها في فتره وجيزه بزاف، استعملته مثلا في القران قدرت اني نحفظه، استعملته في بزاف صوالح قدرت اني نديرها الحمد لله. راح نشرحها لك مليح هذه الحاجه هذه ولا هذا السيستم هذا ونعلمك كيفاش تطبقها في حياتك. واوفر تايم في فيديوهات جايه ان شاء الله راح نعلمك كيفاش تراكي هذه الحاجه، كيفاش تتبعها، كيفاش تعرف اسكو روحك راك تزيد وراك تنقص. ما الاهم حاجه انك ستي توند للفيديو الجاي ان شاء الله. ثاني هديه هي انك اذا ما حكمتش بلاصه في هذاك اللايف ورك شوب هذيك 30 واحد ما تقلقش، عندي حاجه واحده اخرى ديك غادي نخدم واحد الكويز خفيفه فيها 2 دقائق وراح تكون فيها واحد الاسئله اذا جاوبت عليها اونستلي بصراحه راح نعطيك اكزاكتلي واش هما الاسباب اللي خلاوك تخسر هذا العام هذا ولا خلاوك تنقص من المستوى الدراسي نتاعك. واش عليك دير هي انك تتبعني مليح في انستغرام وانت ما غادي نلونسي ليها، وين نلونسي ليها ادخل سي بون. واذا لاحظت حاجه واحده اخرى في هذا الفيديو هذا هي اني نهضر بزاف بالونجلي، نجيب واحد المصطلحات بالونجلي. الهدف نتاعي هو اني نربط لك اللونجلي نتاعي بالعربيه باش تتعلمها مليح. بزاف لي زيلاف جاوني كيفاش تعلمت لونجلي منا انا ما راحش نقول لك كيفاش تعلمت لونجلي، راح نعلمك لونجلي ديريكت. كي نربط لك لونجلي كلمات بلونجلي بكلمات سهله بالعربيه راح تعلمها اوفر تايم. وهكا كل فيديو راح نربط لك معلومات بالعربيه ولا كلمات بالعربيه بكلمات بلونجلي اوفر تايم. بالوقت راح تحسب روحك عندك واحد المستوى اوكي في لونجلي. Good luck to everyone. Bye.